أخي الخير، تحية طيبة إليك وتوحشناك وعلى سلامتك أنك رجعت إلى الديار الفرنسية. ربي يعزك، مرحبا بك يا اخوي. أولا كتهضروا على الجزائر وهذا الشعب اللي حنا كنعرفو ليس اليوم أو ليس حديث اليوم. حنا كنعرفو هاد الدولة أولا هي دولة خبيثة. أنا كمواطن مغربي أقولها وأيدها، وقالها ملكنا الحسن الثاني الرحيل رحمة الله عليه، حتى يعلم الناس مع من حشر الله في الجوار. هناك بعض الشعب اللي ربما عنده هذاك الحب نتاع الإسلام والدين الإسلامي اللي هو قليل جدا ب5 أو 10%. تصحيح خياط. نرجعوا للتاريخ نتاع الناس، التاريخ نتاع هاد الشعب. انت سيدي القياد كتعرف شي حويجات على الجزائر، لكن حنا كمغاربة ومن نسارعهم طيلة 50 سنة ونسارعهم في ظل القضية الصحراوية المغربية، ولكن كذلك في ظل القضايا السياسية سواء الخارجية أو الداخلية. غنهضروا على التاريخ نتاع الناس، لأن الإنسان ملي كيكون عديم الهوية وكيقلب أو كيبحث عن التاريخ نتاعو وكيبحث عن واحد المصير نتاعو باش يكون شعب أماه. ماشي اليوم شعب الأمة معروف اللي هو تونس، اللي هو المملكة المغربية، اللي هي الشعوب اللي كانت عندها وكان عندها واحد التاريخ راسي. هذا يوتيوب ولا السيد راه يهضر؟ اسكت يا معلم، لا احترام الحوار واسكت. خلي سيدي يتكلم في يوتيوب. حسن الثاني خويا راه يا ودي اسكت، سكر المايك يا صاحبي، كمل. احنا كنعرفوا هاد الناس سيدي الخياط، وكنعرفوا التربيه نتاعو، وكنعرفوا اولا المسار نتاعو وكيفاش عاشوا. ملي دخل بربانوسا عروج الى الجزائر سنه 1516، مدينه الجزائر او اياله الجزائر، القوه العثمانيه في شمال افريقيا. حنا كنعرفوا الدراسه نتاعها على حساب اسبانيا وحلفائها. هاد الناس ما كيعرفوا شيء انه بربانوس خير الدين كان من القراصنة، وكانت الإمبراطورية الإسبانية ذلك أن هي العدو الرئيسي لخير الدين أو العدو الرئيسي للعثمانيين. لكن عندما دخل إلى الجزائر دخل والحمد لله وجد فيها رجالا استسلموا لأمرهم. لم يكن هناك مقاومة. إذا كان هناك استعمار كما يقولون من طرف الفرنسيين أو العثمانيين أو الإسبانيين أو الرومان، ستكون مقاومة سيدي القياد. إذن هنا غادي نقولوا المسألة الوحيدة أن هذا الشعب تم استوطانه من جميع الدول نتاع العالم، ولا زال مستوطنا من طرف فرنسا، ولا زال يعني فرنسا كتحكم في الأوضاع نتاعو السياسية والداخلية والخارجية إلى آخره. نتيجة هذا الشيء هذا أعطانا هذا الشعب المهيجان، هذا الشعب الذي لا يدرك الهوية نتاعو، لا يدرك الثقافة نتاعو، لا يدرك أي أصلين من أين يأتي. وهذا هو المشكل الحقيقي عندما يتناقش التونسي والمغربي مع الجزائري. وأنا أقول لك صديقيات ودائما أقولها، ويجب عليكم أن تعلمون أن التونسي ذو ثقافة وحضارة، ذو علم وذو معرفة وذو تاريخ، لأنه شعب أمة. وتشقى الحسن الثاني رحمة الله عليه في واحد الخطاب قال: ولو يبقى تونسي واحد غتبقى الجزائر تونس دائما قائمة بذاتها. يمكننا أن نسقط واحد النظام، ولكن لا يمكن أن نسقط شعب أمة اللي هي كتونس، وكان جاهزا للدفاع بكل ما تحمله الكلمة من معنى في عهد بورقيبة. وكذلك يجب على الشعب الجزائري أن يعلم أن تونس والجزائر والمغرب لهم حضارة عريقة جدا. أما الترهات والخرافات والسب والشتم هذا من تربيتكم
من أخلاقكم، وهادشي خديتوه من العثمانيين، من كنقولوا الانكشاريين وليس العثمانيين بل الانكشاريين. وخصكم تعرفوا هذا الوضع الانكشاري اللي عطاكم التربية ودون الأخلاق والتربية الغير الحسنة كانت في علاقتكم الغير الشرعية مع هؤلاء الانكشاريين. أنا أقولها لكم كمغربي وكمواطن مغربي، دائما يجب عليكم أن تعلموا أن المغرب وتونس وليبيا وكذلك موريتانيا اللي هو شعب 1.5 مليون شاعر مثقف وازن متوازن، والشعب التونسي نكن له الاحترام والتقدير، ولكن يجب على الشعب المغربي أن يعلم كما قال سيدنا، ونحن دائما وراء الكلمة الملك النظارة التي ينظر بها العالم إلى هاد الناس والعالم الآخر هي الصحراء المغربية. لكن نجد الجار نتاعنا الصديق نتاعنا الذي مدد له اليد الممدودة كم من مرة في خطاباته الأخيرة، لكن نجد إلا الكره والكراهية والحقد والبغض للمغرب ولتونس كذلك. يجب لا ننسى أن هناك كنشوفوا ناس يسبون هذه البلد التونسية في هذاك الميكرو تروتوار، وأنا أتابع والله العظيم أخي الخياط كنقول في النفسية نتاعي هاد الناس جايين يدوزوا واحد العطلة صيفية أو شيء من هذا القبيل، جاي لواحد البلد اللي هو مثقف، بلد آمن، بلد ذو أصالة، ذو حضارة، ذو عرق، ذو ثقافة، ذو تاريخ. راه ما يمكن شيء أنك تجي وتقول عليه واحد الكلام اللي هو غير في المحن نتاعو. إذن إلا ما كنتيش راضي بواحد البلد أسيدي ما نمشيش ليها شيء، أسيدي ما نروحش ليها وندوز فيها الفاكونس نتاعي، سير لبلادك، عيش في بلادك. إذن هذاك الشيء علاش الحمد لله ربي سبحانه وتعالى جاء الأمر منهم وغلقت الحدود، وأتمنى أن تغلق الحدود مع تونس ومع ليبيا وموريتانيا حتى يعيشون في تلك الزريبة التي ليس لها أي مخرج. أخي الخياط حياك الله وحي الشعب التونسي الشقيق العريق. عاش الملك، عاشت المملكة المغربية ولا عاش من خانها، ودمت في رعاية الله. تحياتي ليك. خلينا نشوفوا بدر بالله. تفضل يا بدر، تفضل تكلم، تفضل يا بدر. بالله خلي طلعت معاكم انا العميد هشام المدب، هذاك عرفي ولو انا زميلي وعرفي معنا نفس الرتبه ونفس وانت من خيات، انت من قفصه، حتى زهير الصديق العميد زهير الصديق مدير العام الامن الوطني كان عرفي وزميلي. حبيت نوصل لك معلومه فيسع ونتعدى ونسقطوا الجزيريه ما فيهمش امان، غدرونا برشا مرات. حندروا، عرفتش معناتها كلمه حندير، حندروا قيس سعيد باش يعطوه قروض ويعطوه هبات اللي هي حوالي 4200 مليار، ولو انه معنا مالينا منهم حتى شيء. دخلوا من ثنية رجعوا للجزائر بطريقة أو بأخرى. احنا عندنا مضرة كبيرة ياسر، الحرابش والزطلة والغبرة والكوكايين وكل شيء جاينا من الجزائر، الهم كل جاينا من الجزائر. حتى الخيط اللي نعملوا به في العمليات قاعدين يهربوا فيه من تونس للجزائر. الدويات الكل الدويات مقطوعة، حتى مدول البراين يهزوا فيه، المواد المدعمة الكل يهزوا فيها. أكبر خطر وأكبر مشكلة في العالم هي المشكلة في الحدود التونسية الجزائرية. أنا خويا لا تقولي لا إخوة ولا خاوة ولا حد شيء. مشكلة سيدي يوسف راهم بومبات على فرنسا على السوق اللي هو سوق تونسي، لكن هم جو الجزيرية مش ياخذوا من السوق هذا. كان بعد ماتوا معانا 10 ولا 12، واحنا خذينا الحصيلة اللي فيها 300 ولا 400 شهيد وكلهم توانسه، معظمهم هم ماتوا فيها 12 ولا 13. ولينا خاوة وشدينا الدم واعطيناهم السلاح واعطيناهم الدنيا كل، وجاوا في نهار من نهارات هم والقذافي يتفاهموا علينا باش يضربوا في قفصة وقتلوا نفس بشرية بدون وجه حق وبدون سبب. قتلوا برشا ناس وزادوا عودوها في أحداث الثورة المشبوهة. برافو دخلوا. برافو. لا لحظة خلينا نكمل.
زادوا رجعوا في احداث الثوره، قتلوا الجنود نتاعنا وقتلوا الامنيين وقتلوا المواطنين وقصوا الارقام وكل شيء. اكبر عدو اكبر من اسرائيل، انا اعطيني جاري اسرائيلي وما تعطينيش جاري جزائري. واختم ونقول لك ربي يهديه قيس سعيد، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه في كل قطرة دم سالت أو تسيل لمواطن تونسي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان جوع الشعب التونسي. ناهيك اللي هم عملوا 73 سد، تويك 73 سد قائمة الذات، والأمم المتحدة وأمريكا قالت لهم راهو ممنوع عليكم أنتم اللي عملتوه هذا الكل. وهددت أمريكا وهددت والناس كلها، والجزائريين هم متفاهمين، هم والفرنسيس يحبوا يعملوها ميدان مسرح للجريمة ومسرح للحرب ومسرح الكونتربون الأسود. وتونس في أسوأ حالاتها، لأن ليس لنا سياسيين ليس لنا سياسيين وليس لنا مفكرين وليس لنا سوى الشعب الضعيف كما الخياط أبو مخيط أو العميد هشام المدب أو زهير الصديق أو بشير أو الناصر أو غيره. والسلام. سلام. بالله ثم واحد اسمه جون رجعوا له الميوت، شكون نحاولوا الميوت بالله، رجعوا له ستيلو ومشوا تعملوا فيس واحد الإخوان. وموضوعنا ما هوش موضوع عرك لطف في الكومنتاريات. دقيقة بالله، دقيقة بالله يا ساقسيك، نحاولوا ستيلو، رجعوا له ستيلو، وما ثمش حتى واحد من لطف عارك في الكومنتاريات هو فلان قال كلمه نقزوا عليه الناس الكل، فهمتني؟ جو راهو صاحبي، فهمتني؟ دونك ما غير ما نبقوا واحد هو يرد على واحد وواحد رد على واحد وكذا. رجعوا ستيلو اللي حلو ستيلو رجعوا ستيلو. مش مشكله، احنا بالنسبه لنا احنا تويكا احنا مشكله، عندنا مشكله في الدوله نتاعنا، عندنا مشكله في السياسيين، في الكوادر السياسيه والكوادر والإطارات الأمنية والقوى الصلبة اللي هي في الدولة التونسية موجودة مفقودة حاليا. احنا كي نقولوا بورقيبة ونقولوا زين عابدين ونقولوا المنصف المرزوقي ولا الباجي قيد السبسي أو ما شابه ذلك أو النهضة أو اليسار أو ما الكل، كانت عندنا قوى سياسية، كان عندنا قوة سياسية مفكرة، تفكير سياسي، وكنا متناسقين مع بعضنا. اليوم الجنسية التونسية على قريعة الطريق، الجنسية التونسية على قريعة الطريق. أكبر دولة حدودها مفتوحة هي الدولة التونسية. علاش ما نفرضوش الفيزا؟ ما فرضناش الفيزا، علاش ما خرجناش الأفارقة نتاع جنوب الصحراء والأفارقة ما نعرفش ما خرجهمش؟ شكون اللي جاب لنا هالمأساة هدية؟ شكون اللي خلانا احنا ما عندناش تو الوظيفة العمومية ما هيش تسقط في الصغار يخرج من كرشمه يحلم بالكونترا ويحلم باش يسوق اي سي زي ويهز الكونترا ويهز الزتلة والغبرة والدروغ والمازوت والنحاس ويسرق بطوات الضوء وغيرها. شكون مسؤول؟ هذا المسؤول عليه شكون بالضبط؟ مراقبة اقتصادية ما عندكش في الشوارع، ما عندكش في الأنهج، مراقبة إدارية ما ثماش، الناس تدخل وقت اللي تحب وتخرج وقت اللي تحب. ثم ناس تويكا الشهرية متاعها ياخذوا في الشهرية. لا اخونا بدر خلينا في الموضوع اخويا، ما نخرجوش. شوف الموضوع مش مسيس. شوف اخونا بدر دقيقة اخونا بدر، هذه لحظة بدر. أنا مشكلتي عدوية الجزائر، أنا عدوي لو شوف يا بدر خويا، بدر دقيقة بالله خويا بدر، نحترم كل شيء، ما نسيسوش الموضوع. انا مانيش رجل مانيش متسيس، انا ما عندي حتى حزب، انا عندي حزب الديك، انا نتبع كان حزب الديك، نتبع كان حزب الرايه والوطن، ما نسيسوش الموضوع او قيس سعيد ولا فلان ولا فلتان. شوف احنا مانيش حالين لايف باش نسيسوا الموضوع، احنا حالين لايف باش نردوا على هذوما الكراغ اللي يكذبوا ويسوقوا، واعلامهم يسوق لنا ويكذب علينا، حتى من الغاز اللي شريناه بفلوسنا قال لك عطيناه لهم ببلاش. خرج اعلامي تونسي واعلام تونسي وضح الواحد وقال لهم يا رانا شريناه بفلوسكم مش عاملين لنا مزيه. الضوء 14% نهزوا فيه ما بين ليبيا وما بين الجزائر. معنى كي يقول لك نقطع عليك الضوء عم يتبون قصة ضوء تونسي طلاب تونسي، الحكايات هذيك وكذا. وزاد مواضيع اخرى ما نسيسوش المواضيع، يرحم والديك. خلينا نكونوا بالله يا اخوان اللي يعرف ينحل الجو نحلو ميوت بالله جو. مش نختم اخويا ونكلمك. الحل مع
العدو الجزائر. أنا بالنسبة لي أنا العدو الجزائر. الحل مع العدو الجزائر راهو غلق الحدود. دون غلق الحدود أنت ما زلت مش تسقط اللوطة وما زلت مش تيح. ويا سي الخياط يا أبو مخيط، مش نقول لك حاجة، راني أنا مانيش مش نسيس الحوايج، لكن الحوايج هي تفرض روحها. السياسة أنت بعمرك لا تحل الحدود نتاعك من دولة أجنبية، أنت تجي لحدودك وتحل حدودك. خويا اسمع، مش نقول لك، نحبك تكون واقعي وتكون إنساني وتكون عقلاني. ما يجيش هو يستدعى تبون يحل الحدود للجزيرية ويعمل لهم ترى قاعدة كل يوم الحرابش تدخل والغبرة تدخل والدنيا كل تدخل. فرض التأشيرة ويجيك إنسان يجيك من غير عملة، من غير ما يبدل عملة، يدخل لك للدولة التونسية، يطبع ويدخل للدولة التونسية يسرق. السرقة كل ماشي، السيارات المسروقة كل ماشي للجزائر، الأغلام كل مسروقة ماشي للجزائر، الأبقار ماشي للجزائر. لا أخويا ما تجيش تقول لي أنت ماهوش أمر وحدات السياسة نتاعنا الداخلية ولا أمورنا السياسية ما نتحدثوش فيها. لولا السياسة ما تتحلش الحدود، ما حلهاش زين العابدين وما حلهاش بورقيبة وما حلهاش المرزوقي، تتحل اليوم بقدرة قادر تتحل من 2019 لتويكا. شوف انت قداش عندك من جزيري خذا الجنسية وخذا الأرض في تونس. عيب راه، عيب. أنا نتحدثوا في الواقع راه، ماناش نتحدثوا في الأبجديات نتاع السياسة. ما تحلش الحدود نتاعك، ما تمشيش للجزائر باش تحل الحدود نتاعك. ما تخليش الجزائر انت ظل تمد عليك، تمنى عليك هكا في الهبات ومن بعد تقول لك لا راهو تجون وكريديات عليك انت. سي الخياط راك انت. دقيقة تفضل يا كين. تفضل. خياط شنو هويدك؟ لا مرحبا بيك، مرحبا اختي، مرحبا، خليك لاباس معنا. الكونت بتاع تونسية تنحى طيروهولي. بانوه مش مشكلة. يعملوا له بني. يا ربي شنو ان شاء هويدكم الله. الناس الكل لاباس والله لاباس. عليكم؟ تحياتي اختي، مرحبا بيك. خويا مرحبا بيك. عايشك. تفضل خذي الكلمة. هاي بيعطيك كلمة بعد الرجال. والله هكا المقرص هكا المعجون كيف ما يقولون اللي نسمعوا فيه نقولوا فيه ولا حياة لمن تنادي، وتوا الشيها ولا عيناني وزاد كثر ومع الضغط. يعني قبل ما كانتش الناس تتكلم، توا ولينا نتكلموا أكثر وأكثر وأكثر، وفما ضغط شعبي كبير. يا ولادي راهم آفة، يا ولادي رانا ضرينا في برشا حاجات، رانا ضرينا في برشا قطاعات. راهو حتى للناس اللي ما تعرفش راهي فما برشا قطاعات مضرورة منهم، حتى القطاعات العلمية فما برشا حاجات صارت كيما التبادل متاع التكنولوجيا والعلم والعلماء، وترى شنو اللي صار مؤخرا، وتبادل الثقافي والترويج والخبرات التونسية الجزائرية. بشنو شكونهم هما شنو يعطيوني كخبرة، ولا شنو يعطيوني كخبرات، ولا شنو عندهم؟ هما كانوا دوبوي 1990 ولا 87 وهما في عشرية سوداء. توا وين شافوا الضوء، توا وين خرجوا للدنيا وعرفوا اللي فما عالم آخر، عالم موازي يعيش وياكل ويتنفس ويشرب، وعنده تكنولوجيا وعنده أبحاث وعنده جامعات وعنده شنية الخبرات اللي مش نتبادلهم معاهم؟ خبرات سرقة التراث اللي قاعدين نشوفوا فيها يعني على عينك يا مني اليوم ولا شيء، خبرات سرقة البحوث العلمية، خبرات سرقة العلامات التجارية وتسويقها باسمهم. شنية الخبرات اللي باش نتبادلها مع ناس ما نحبش نوصف أوصاف خايبة، احترام لنفسي، معناها ناس لعهد لا ميثاق، خلينا نقولوها بالحقيقة. والتاريخ هذا يتكلم من شو اسمه، من نوايل متاعهم لعمايلهم مع الاتراك، لعمايلهم مع فرنسا، لأحداث قفصة، لا حتى اليوم الناسي هذا. يعني شنو مقدم لي هو؟ غاز يحل عليه في جلخته، والغاز كان ما يتعداش على تونس، تو يشموا يحطوا في خشمه يشموا ويكمل مع اليريكا والنفط. شنو اللي الخبرة باش نستفيدها منه؟ كاسكيت وسبيدريتي ان ناتنا يجيني بيت يسممك اصلا، الريحة تشوفها مش تشمها. شنو الخبرات؟ الخبرات ثم خبرة اختي، خلينا نقول لك بالكش فوائد الطابور، معناها يحبوا الطابور فيه فوائد، يجري الدورة، ينشط الدورة الدموية، ويولي عنا طابور مثلا نهار الجمعة، هذاك اسمه طابور لله في سبيل الله، نمشي نشدوا الصف نعنوا طابور، تبرع بالطابور، فهمتي؟ من كان قال لك تتبرعوا
قال لك يمكن نتبرعوا الأسرع. حتى نعملوا طابور. من فهمتي نهار الجمعه عمل تطوعي، طابور تطوعي هذاك نهار الجمعه بعد ما نصلوا ونمشوا ونعملوا طابور تطوعي هذاك راهو لله في سبيل الله للاجيال القادمه، فهمتني. ونعودوا الطابور يعلمنا مثلا نفيقوا بكري، يعلمنا ان احنا مثلا نعودوا الانضباط اثناء تاديه الطابور. ونعملوا ماراثون مشترك معناها بيننا ونحن والجزائر، ماراثون اسمه ماراثون الطابور، فهمتني. وتولي فيها بطوله ونتوسعوا في البطوله، نولوا نحن اول وعد عباد فايزين بالبطوله ذيك، وان شاء الله اللهم ربي كان يتمم شكل على خير. ونحن ولا السباقون وانتم اللاحقون، وربي هذاك يستر. كلامك تعرف شنو يعني يا خياط؟ كلامك معناه انهم يرجعونا للعصور الوسطى فعلا، وكأن بدينا نرجع في تونس للعصور الوسطى. يعني الحالة ما قبل الثورة، التقدم اللي كنا فيه والنظافة اللي كنا فيها، مهما كانت مساوئ ما قبل الثورة عندها مساوئها كما عندها إيجابياتها، لكن الشيء اليوم راهو بذورنا مشيت اللي مشيت، الأبقار مشيت، الدويات تهرب، الدروك داخل الليل نهارا صباحا مساء، الخمج، العفن، كيران تجر تهبط. تشوف المناطق السياحية ما عادش تشوف فيهم كليتوريست اللي يجيو لسياحة الشواطئ والسياحة الثقافية وسياحة المتاحف وإلى آخره، ما عادش تشوفهم. هذوك نشوف كيف الجزائرية يتعاركوا على صحن ملوخية ولا صحن كمونية راكحة البونية في اوتيل من الوتلة، ولا في الكياس حل كرهبة زوز بيبان موقف سيركولاسيون 5000 متر باش يشطح على جوزيفين. معناها اليوم ولينا قاعدين نقاسيو في تردي كبير صاير فيه، وقاعدين يأثروا على فئة من المجتمع توا. خلينا الحقيقة نقولوها انه فما برشا فئة متوانسة، لانه الفئة هذه متاع المراهقين ولا متاع الشباب اللي خارج تأثر بهم. ناس ولات عايشة معنا 24 صيف شتاء ربيع خريف تلقاه. اني قهبطت في ميتة بابا يرحمه وينعمه، الدنيا معناها الناس تقرا، فماش استطلاع الوقت هذاك معبين الدنيا. قلت ما يقراوش، ما عندهم ما يعملوا حاجات. او الصيف اون سون فو، يعني العباد الكل تخرج وتصيف وتمشي للبلدان، اما حتى في الشتاء، في الربيع، في الخريف، في موسم الزيتون، في موسم القمح، في المظاهرات، في كل شيء تلقاهم. علاش احنا توانسه ما نتلموش هكا 5000 اورو 5000 اورو ونعملوا لهم بحر في قفصه وخلينا نتكفلوا بهم نحن، يجونا غادي قفصه نتكفلوا بهم نحن. انتم اخذوا يعرفوا هما حر يجيب لك فاسه، وخلينا نحن نعملوا لهم بحر يا جزائريين. او ثم بحر باش يحل في الصيف هذا، باش نحل لكم بحر في قفصه. يجونا والله. تمنيت راني مشكل المناطق الساحليه يا خياط، مشكل المناطق الساحليه تتشكل. خلينا نتكلموا في الاصل، عايش اختي. الاصل هما تويك ما عندهمش سلاعه هذه مش موجوده. هم 45 مليون قاعدين يجوك كل يوم، يدخلوا لك. عندك 3 ملايين مواطنين في تونس موجودين في تونس على طول، 3 ملايين جزائري موجودين في تونس على طول. السبيطارات كلها مسكره معبيه بالجزائريه، المناطق السياحيه كلها معبيه بالجزائريه، الديار اللي تتكرها معبيه بالجزائريه. الخبزه المدعمه ما عادش موجوده مع الجزائريه، ما عادش موجوده. اللحم غلاء، الحوت غلاء. يلزم واحد تو الخياط يكلم فيها يقول لي ما يلزمش نتكلموا في السياسه وكل شيء. خويا ما حل سياسي. اجا نقول لك يا بدر، هو خياط راهي الكونسيبت. اجا نقول لك يا بدر، عايش خويا الكونسيبت نتاع خياط كونسيبت واضح من اول نهار حل فيه. راني فاهم ماهوش سياسي، هو ناقد اجتماعي، ما عمره ما كان سياسي، وما نحبش يطرق للسياسه. وعنده حق راهو السياسه، لانه احنا شفت ما جاءت به الثوره وما عملنا عليه ثورة على بنى عليه وما أدراك، كأنه بدأ يرجع تدريجيا. يعني اليوم ما تتنجم تتكلم أي كلمة تلقى روحك قدام المرسوم 54 ومكش فاهم شنو مرسوم 54 لازم تفسر على كيف. دونك اونيفيت اليوم باش نتكلموا على خاطر هذا اللي وصلنا له رواحنا حبينا ولا كرهنا. من الاخر معناش رجال تحكم في البلاد هاي، او من الاخر لا ما نقولوش هكا مازال عندنا لا معناش رجال. صحيح بالله لحظه بالله دقيقه. بالله انتم يا اخي ماشكم فاهمين الكونسيبت. انا الكونسيبت نتاعي وطريقتي نتاعي وطريقتي في الحوار، انا كما قلت لك الاخت، انا عندي كوميديا سوداء. شوف اخي العزيز باش نكونوا متفاهمين ونكونوا واضحين، باش نرجع بيك مثالي شوي. شوف اماتكم ما قطعتش السلطه تحت حيط الحبس، انا امي قطعت علي السلطه تحت حيط الحبس.
انا امي وصلت تقطع لنا في السلاطه باش ما تخمر باش ما تقرصش، فهمتني؟ انا امي تعبت في زيارات 24 حاب زرتهم الكل. السيلونات اللي شديتها انا ما شديتش حتى واحد. صوابع ساقيه الكبار في ساقي التو مبروش، ظوافرك ما تقلعتش بكل لابس صاحبي. خوك ما ماتش ما شفتوش. ينجم يلعب لك تو كيما يحبوا هما. لذا انا خويا مانيش حاب نزيد نبكي ميمتي صراحه. واضح. من الاخر بالله انا عندي تدخل بسيط. نقول لكم ما تستهينوش بالامر بكلكم، حتى حد ما يحب ربي بعده على حبيبه وعلى عدو الحبس، حتى حد ما يحب. احنا توا رانا ولينا وصلنا لمرحله ما عادش تنجم تنقد، حتى لو كان نقد بريء ما تنجمش تنقد الاوضاع بالكش فيها مع والا، لكن انك باش تنقد الاشخاص اخويا هما اكبر من نقدنا، خلينا ما يصيرش نقولوا هكا، هما اكبر من النقد. ولو دامت لكلمه آلت الى غيرك راهو، ولا كيفاش يقولوها يعني دوام الحال من المحال. مستحيل باش يجي اكبر، شوف مستحيل اكبر من مخابرات بن علي. لا دقيقه، لا ليبرتي اللي داخله هنا تي لللايف، اخرج من اللايف يا عايش اختي، اخرج. انا راني مسترزق كما تقولي انت، حال لايف وتقول لهم الخياط مسترزق مسمي روحه ليبرتي. هي اسمها لحظه انا مش انا لا ليبرتي اللي داخله لللايف وتقول لهم راهو الخياط مسترزق، تسجيلك لك راهو عندي، فهمتني. اخرج يا عايش اختي من اللايف، اخرج. انا عمري ما وصلت حتى بشيء، وعمري ما وصلتك مني حتى كلمه. 24 ساعه وانت تسب لي فيه وتسب لي في امي، فهمتني. اخرج من اللايف باحترام تاعك، وما زلت تسب لي امي باش نسبك وانت ماشي على امك انت خير من امي انا. باهي اخرج من اللايف، اخرج ما تدخلش اللايف. نحكوا على هذا اللايف وينو باش ماشي تقول وتحكي تقول الخياطه واش دخلوا ما بين المغاربه والتوانسه. انا ندافع نحكي والناس كلها نحكوا على بلادنا، والناس كلها كل واحد يطلع يحكي على بلاده. داخل اللايف تو لم تستحي فافعل ما شئت. والمغرب اللي تقولي انت واش مداه واش هزوا للمغرب، كان عندك مفاتيح المغرب اجى صحتني منها، باهي اجى طردني منها، فهمتني. وتقولي مرتزق وما مرتزق، الليفر نتاعي 25، ترى الليفر نتاعي 25، الكونت نتاعي صرف علي اكثر من 6000 اورو. كي داخل انت داخله عندي لللايف وتقول مرتزق، وراه بيني وبينك باش نقول لك كلمه، القضاء بيني وبينك راه على سبانك فيه. الرئيس حميد واضرب ميوت. تفضل اختي، كمل اختي. فالمنظومه نتاع بن علي وما ادراك، والله اجا نقول لك ما تلوموش عليا ولا ما تعيبوش عليا في بعض العبارات، لكن هذه تاريخ. المنظومه نتاع بن علي وما ادراك راهو بنى منظومه كامله تحت امرته، وخدم سنين على الجيش وعلى الامن وعلى كل شيء، وتلعبت له اللعبه وخرج سبهله ليه، لقى روحه مش فاهم روحه، على باله بروحه ماشي الجربه، راهو إنا غيان كومبري، يعني ما فهم حتى شيء. دونك ديما نقول دوام الحال من المحال. هذوما اشخاص جاوا بالصندوق، ما جاوش عبر ميليشيات ولا عبر حروب ولا لا. احنا شعب متعلم، شعب واعي وشعب مثقف، ونعرف حقوقنا وواجباتنا. ولو انه صارت الفترات الاخيره الناس ما عادش عارفه حقوقها وواجباتها، لكن مش مشكل. نحن شعب ستريكت، يعني عمرنا كامل عديناه في سلم وامن وامان، نحاولوا نحافظوا على اللحمه هذه، حتى كي باش ننقضوا في اطار المعقول. نحن من نحكموش على هذاك وقتاش يخرج ولا وقتاش يدخل. عندنا صناديق، عندنا انتخابات، عندنا امورنا منظمه، نحن ناس منظمين. نتفاداو الكلام هذا، نرجع للموضوع الاساسي. اليوم الآفة هذه آفة قاعده تاكل في تونس ماكله، صدقوني آفة كبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيه. يعني الفيزيون اللي واضحة قدامنا يعني أقل برشا من اللي قاعد يصير من تحت الطاولة. هدوما ناس قاعدين يلعبوا حتى على التقسيم، يعني هما ما ينجموش يعملوها على خاطر يعرفوا أنه تونس غير قابلة. حاولوا قبل وكانت محاولات كلها بقت بالفشل، لأنهم هما أصلا جايين راهو موضوع التقسيم. ما عندي فترة من اللي تبني لي الكونت الاخر ما عاودش دخلت للتيك توك، اما ابارامون مازالت قايمه الحمله نتاع مانيش راضي كيما هما يدخلوا رواحهم زاده في السياسه التونسيه، وشفناهم حتى في المظاهرات ومعارضين ومعاه وضده كانهم جزء من الشعب التونسي. من المضحكات المبكيات، هذا من المضحكات المبكيات، يعني هذا اختراق حتى للنسيج التونسي.
اختراق للنسيج المجتمعي، انك تشوف اجنبي ما عندوش حتى علاقة بك، لا يحمل لا جنسيتك ولا هويتك ولا عنده الحق في الادلاء ولا تصريح برأيه. تشوفه واقف في مظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة يدلي برأيه في هذيك شكون يتحط رئيسه وشكون ما يتحطش رئيسه وكيفاش العيشة. يعني هذايا حاجة خطيرة. احنا شفنا ناس على كلمة تشدد في الحبس غادي، احنا شفنا دنيا كيفاش خرجت قالت راهم يا ناس تحرشوا بيا حطوه في الحبس، وشفنا ناس دخلت في مظاهرات تونسية جزائرية دخلوا في مظاهرات تونسية وعطاوا رأيهم بكل حرية وما شفناش طبق عليهم القانون ولا شفنا ولا سمعنا أنهم اتخذت فيهم إجراءات. هذا يدل على نوع من الضعف اللي قاعدين معناها توا قاعدين نمارسوا في القوة كان على بعضنا. الأنواع هذه شوف المغرب مسكرة حدودها ولا هما مسكرين على بعضهم الحدود، لكن اليوم الناس هذا مش قاعدين سالمين من شروره رغم يعني المشاكل العميقة بين الجزائر والمغرب، تسكير الحدود والاحترازات الأمنية وكل شيء، لكن ما هوش سالمين من شرهم. تصور انت ناس شوف قمة الخبث وقمة ان هما ناس متكاسلين ومتواكلين. يخرج اليوم يمشي يجيب سلعته من المغرب، يمشي للحوين نتاع القفاطن، يمشي لحوين القفاطن نتاع المغرب يجيب السلعة. سامحني نتاع الكلمة هو مش نعطيكم الكلمة. يمشي يجيب السلعة من حوينة المغرب، يجيب القفطان بالترانت ويروح يصور يقول لهم القفطان الجزائري، وقالوا خرجوا قالوا اي نعم وحلوا فيهم حتى في اليونسكو يعني جهات رسمية وقالوا قفطان جزائري. هنا باش تفهم اللي هما عبيد راهم ينجموا يعني يفكوا لك اي حاجة ويتهموك انك انت ماكش صاحب الحق وانهم اصحاب الحق ويعملوا تمويه مرضى نفسيين. يعني هذه امراض نفسيه اللي قاعدين يعانيوا فيها. مش مشكله طولت عليكم الحديث بقيه خذوا هو الاسراق بسامحني الاسراق جارو لمن الاسراق جارو باش يسرقك انت غدوه باين الحكايه وهم يسرقوا. تفضل يا بشير تفضل يا بدر.